سلام البنات ومرحبا بكم في قناة مطبخ زهرة. اليوم راح ندير معاكم لي بيني يجوا بزاف خفاف وبزاف بنان وبزاف طرايا. تابعوني واكتشفوا الوصفة. نحتاج كاس حليب دافي، ملعقة كبيرة خميرة خبز، ملعقتين سكر، ونخلطوا الخليط تاعنا مليح كيما راكم تلاحظوا. نزيدو نضيفو 3 مغارف كبار زيت، حبة بيض، ونخلطوا الخليط تاعنا حتى يتجانس. هنا نضيف الفرينة الكاس الأول، والكاس الثاني ملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة خميرة حلويات، ونبدأ نخلط العجينة تاعي كما راكم تلاحظوا. تابعوا الطريقة مليح باش تنجح معاكم الوصفة. وندخل مليح هذاك الهواء داخل العجينة تاعي. انا استقامت لي 3 كيسان فرينة. دوكا كل سيدة ونوعية الفرينة تاعها، قادرة تستقام لك 3، قادرة اقل على حسب نوعية الفرينة اللي عندك. وهنا بعد ما طميت العجينة تاعي ندلكها شوية مدة 5 إلى 10 دقائق، ونخلوها ترتاح مدة 15 دقيقة تختمر. هنا نجيبو الريسيبيون تاعنا، نضيفو فيه شوية فرينة، ونحطو العجين ونغطوها ونخلوها تختمر 15 دقيقة. وهنا بعد ما اختمرت العجينة نخرج لها هذاك الهواء باش نبداو نخدمو بها. كيما راكم تلاحظوا نرش بلون طرافاي تاعي بالفرينة، شوية فرينة، ونبدا نحل فيها بالحلال. العجينة ما تكون رقيقة ما تكون خشينة، تكون في المتوسط كيما راكم تلاحظوا. وهذا هو السمك اللي تحصلت عليه، ما رقيقة ما خشينة، تكون في المتوسط. نطبعوها بالطابع تاعنا دوائر كما راكم تلاحظوا. ومن جهة أخرى جبت البلاط تاعي اللي كنت درت له ورق الطهي اللي راح يكون عملي أكثر، ونبدأ نستف في لي بيني التوعي اللي راح نخليهم يرتاحوا مدة 10 دقائق قبل ما نبداو نطهو فيهم. وهنا العجينة اللي بقات لي راح نطمها ونخليها تختمر مدة 10 دقائق. وهنايا جيت نطيب لي بيني التوعي بعد ما اختمروا لي. راني نرش عليهم في الزيت باش يجوا منفخين ويجوا فارغين من الداخل ويجوا شوية ملحمين، مش يابسين بزاف كيما راكم تلاحظوا. وهذو هما لي بيني التوعي بعد ما طابوا حمورة، جو شابين يهبلوا. هنا راني نفتح فيهم، شوفوا كيفاش جو فارغين من الداخل وملحمين، مش رقاق بزاف ومش خشن بزاف. هنا راني ضفت لهم المعجون وراح ندير لهم السكر التزيين. انتيا الحشو تاعك يكون اختياري، كاين اللي يحبوا الشوكولا وكاين اللي يحبوا المعجون، كيما حبيتي ديري لهم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، وان شاء الله تجربوها وخليوا لي تعليق وجيم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.